في هذه الشقة الواقعة فوق هذا المتجر بمقاطعة برونزويك الكندية، لقي صباح الاثنين شقيقان حتفهما خنقا على يد ثعبان افريقي تمكن من التسلل الى شقة صديق لهما حيث كان نائمان. الشرطة استدعيت الى مسرح المأساة مع ساعات الفجر الاولى وفتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث وطلبت تشريح الجثتين. وقالت الشرطة الكندية ان ثعبانا ضخما من نوع عصارة الصخور يزن 54 كيلوغراما خنق الشقيقين صغيرين الا ان لفظ أنفاسهما الأخيرة خلال نومهما فوق متجر للزواحف في مدينة كامبلتون بمقاطعة برونزويك. وأضافت الشرطة التي تمكنت من الإمساك بثعبان في وقت لاحق أن التحقيقات الأولية أظهرت أن ثعبانا غريبا كبير فر من قفصه في المتجر في وقت مبكر من صباح الاثنين ودخل إلى شبكة التهوية. تعتقد الشرطة أن الثعبان تمكن من الهرب من القفص الذي كان موضوعا فيه أثناء الليل ودخل في أنابيب التهوية الخاصة بالمبنى. هذا ليس سلوكا عاديا لحيوان من هذا النوع في العادة، لذلك فإنها تميل فقط للبحث عن منطقة أكثر هدوءا، فإنه ليس من طبيعتهم أن يكون لها سلوك عدواني. وكان صاحب المتجر وهو قريب لصديق الطفلين أول من رأى الطفلين قاتلين، ووصف المشهد بأنه مروع.